جديد يسعد صباحكم مستمعينا عبر الموجة 103.5 ومتابعينا عبر صفحة الفيسبوك بوير عربي. مستمرين معكم بفقرات عطر الصباح لهذا اليوم، ووصلنا لفقرتنا الحوارية ومعنا فيها عبر الهاتف السيد جوزيف لحدو عضو خلية الأزمة في شمال وشرق سوريا للحديث عن القرار الأخير الذي صدر عن خلية الأزمة بخصوص إيقاف الحظر الجزئي. يسعد صباحك أستاذ جوزيف، أهلا وسهلا فيك بإذاعة بوير اف ام. يا أهلا وسهلا فيك أستاذ جوزيف، سامعني؟ نعم. أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أمس الأحد قرار يقضي برفع الحظر الجزئي عن كافة المناطق بدءا من يوم غد الثلاثاء. يا ريت لو تتحدث لنا عن أسباب رفع الحظر، وهل يمكن القول أن خطر فيروس كورونا قد زال؟ يعني رفع الحظر كان بسبب أنه يعني إلى الآن والحمد لله لم يتم تسجيل إصابات مؤكدة في شمال شرق سوريا من كورونا، ونحن بالحقيقة شددنا خلال هذه الشهور الماضية، وهلا صار وقت العمل، يعني الناس بدها تشتغل كمان في أمور الصيف ووقت الموسم، وباعتبار لا يوجد إصابات فتم إزالة يعني التوقف عن الحظر وترجع الحياة طبيعية في شمال شرق سوريا كلياتها، لكن ما عدا المعابر ما زال الوضع مستمر كما هو، تبقى مغلقة ما عدا معبر الدايهة والطفرة. أستاذ جوزيف، قرار رفع الحظر لم يتضمن بنود تفصيلية متعلقة باستئناف النشاطات الاجتماعية والثقافية في مناطق شمال شرق سوريا، لو توضح لنا سبب ذلك. يعني بالنسبة للنشاطات، يعني نحن قلنا أنه ما بدنا نعدد، إذا بدنا نعدد النشاطات الحياتية كثيرة هي، فقلنا الحياة ترجع لوضعها الطبيعي. يعني هيك ومن ضمن حكوا معي الفنانين امبارح واتحاد الفنانين، قلنا لهم ترجع الوضع حياة طبيعية، يعني في كل الأمور، في الحفلات، بالأعراس، مثلا لا سمح الله بالأحزان، بالعزوات، كل شيء وضع شيء ترجع الحياة الطبيعية لوضعها الطبيعي. طبعا نحن في نصائح عامة هاي لكل إنسان، يحاول دائما التباعد الشخصي ويحاول يكون حذر، لكن الحياة ترجع طبيعية في كل الأمور. بس في نقطة أخاف ما تسألوني عنها، أنا بدي أوضحها إذا تسمحي لي. يعني تفضل. بالنسبة للمعابر، معبر الطبقة والداية، هدول مسموح للطلاب والمرضى لمراجعة يعني الداخل السوري، سواء يروحوا عن الدكتور من بده يثبتوا في وثائق انه هو طالب او مثلا شخص مريض بده يذهب للعلاج. يعني هذا الاجراء كمان كان بسبب انه الحكومه السوريه اعلنت في الفترات الاخيره عن وجود اصابات في الداخل السوري في دمشق وفي غير مكانات، ولذلك يعني كنا حذرين خوفا من انتشار كورونا من شخص معين او مجموعه اشخاص، فتم يعني الاستمرار في غلق المعابر والسماح فقط للطلاب واللي عم يذهبون للعلاج، يعني عنده اثبات انه هو عم يتعالج يذهب للعلاج. فهذه النقطتين بس ردنا نوضح. نعم سيد جوزيف، المعابر الحدودية بقيت مغلقة برغم من مطالبة حاملي الإقامات والجنسيات الأوروبية العالقين في روجافا بفتح معبر سيمالكا. ماذا بخصوص بقاء المعبر مغلقا؟ يعني معبر سيمالكا ما زال الوضع كما هو إلى ما أن يصدر قرار من المجلس التنفيذي، لأنه هذا يعني قرار فتح المعابر هو يعني خاص بالمجلس التنفيذي. يعني بيقدروا الأمور إذا أنه الأمور يعني خوفا من انتشار الكورونا، يعني إذا في إمكانية يفتحوا بده يفتحوا. هلا حاليا لسه ما تقرر هذا الأمر إنه يفتحوا معابر، يعني ما عدا معبر الطبقة والدائهة، لأنه هذول مشان الطلاب والمرضى. هل ستكون هناك قرارات جديدة بخصوص العالقين في روجافا؟
يعني الأمر قيد يعني الدراسة؟ لابد انه بدها تصير قرارات يعني بالمستقبل بالنسبه للعائدين. في كثير ناس عالقين بده نعم. يرجعوا، في كثير ناس موجودين هون بده يروح. لو تتحدث لنا أستاذ جوزيف نعم نمر بصعوبات بسبب ازمه كورونا. مهم. في صعوبات، نحن ما نقول ما في صعوبات، نعم. لكن هذا الواقع. شو بدنا نعمل؟ يعني اذا فتحوا المعابر على مصراعيها ممكن ينتشر بقى وباء كورونا بين العالم، بيكون المصيبه اكبر يعني. نعم. يا ريت تحكي لنا عن خططكم كخلية أزمة بعد قرار رفع الحظر. هل سيكون متابعة أم مهمة الخلية تنتهي مع بدء تنفيذ القرار؟ لا، مهمة الخلية لا تنتهي، يعني نحن نبدأ يعني نستمر في متابعة الأمور يعني التدقيق والترقب والمراقبة في الأمور وفي الإعلام وفي المجال الصحي، يعني التوعية الصحية مستمرين. فإذا صار لا سمح الله أي ظاهرة نحن بدنا نحاول ناخذ إجراءات معينة لحتى ما يصير يعني عندنا مثل ما صار يعني بغير دول عم تعرفوا، حتى الدول الكبرى والدول الحضاريه واللي عندهم امكانيات كثيره يعني. أستاذ جوزيف، بشأن التوعية الآن ذكرت، هل هناك أي خطط أو موضوعة لتوعية العالم بهالشأن، يعني لا تحطوا على التباعد الاجتماعي، إنهم يعرفوا كيف يتعاملوا مشان ما تصير أي إصابات؟ للتوعية بموضوع الكورونا، وأصبحت التوعية تقريبا يعني كبيرة بالنسبة لهذا الأمر من كثر الإعلام اللي حكي في هذا الموضوع. يعني أصبح موضوع النظافة الشخصية وغسل الأيدي والتباعد. ألو، يبدو أنه انقطع الخط. ألو، فاصل ونعود نكمل حوارنا مع السيد جوزيف لحدو، عضو خلية الأزمة في شمال وشرق سوريا. أستاذ جوزيف، انقطع الخط، نرحب بك مجددا في إذاعة بوير FM. ألو، هل تسمعني أستاذ جوزيف؟ عذرا لانقطاع خط الهاتف. أهلا وسهلا بك مجددا في إذاعة بوير FM. ألو، هل تسمعني؟ شكرا لكم. سامعني حضرتك؟ ايه تفضلي. برأيك قرار رفع الحظر مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في العاصمة دمشق ألا يشكل خطورة في إمكانية انتشار الوباء في مناطق شمال شرق سوريا؟ لا يشكل خطورة، لأنه نحن تركنا المعابر مغلقة، واللي يعني يذهبون هم طلاب يعني من أبناء المنطقة معروف وضعهم خاليين. نعم. من مرض كورونا، واللي عم يروح كمان رايح من اجل يعني عم ياخذ وثيقه من هيئه الصحه انه رايح يتعالج في امراض اخرى غير مرض كورونا يعني. في عندهم ناس عندهم يعني سرطانات، في عندهم قلب، في عندهم نعم. بالكلاوي والكبد، يعني عندهم امراض كانت عم يروحوا. نعم. هذول نوع الامراض ليس امراض الكورونا. نعم.
الصوت متقطع ريناس. الو. السيد جوزيف سامعني حضرتك؟ سامعينك، تفضل. نعم تفضلي. نعم سامعك، تفضلي. نعم، برأيك لا تشكل خطر يعني انه لا يوجد خطر. لو كان في خطر يعني ندرس الموضوع بشكل دقيق يعني. نعم. فإذا عنده إصابات نحن تركنا المعابر مغلقة مشان هذه الأمور يعني، من أجل هذه الأمور يعني. نعم. كلمة أخيرة. لأنه صار طلبات كثيرة من المواطنين إنه فتح المعابر على مصراعيها أمام كل الناس. بسبب هالتصريحات إنه في عندهم كورونا نحن ما تمكنا إنه نفتح المعبر على مصراعيه، تركناه مفتوح فقط للحالات المرضية الصعبة وأمام الطلاب. نعم. في نهاية لقائنا اليوم كلمة أخيرة لحضرتكم. كلمة أخيرة، نحن نشكركم على يعني فتحتونا المجال أن نوضح هذا الأمر لأخوتنا وأهلنا في شمال شرق سوريا. نعم. ونحن نتمنى يعني لا يعتبرون يعني إنهاء الحظر يعني ممارسة كل الأمور كما كانت سابقا. يعني يستمر الحذر الشخصي والحذر العائلي موجود. يعني ليس ما أنه الآفة تزول عن العالم كليا. نعم. ويعطيكم العافية. كل الشكر للأستاذ جوزيف لحظو، كنت معنا في فقرتنا الحوارية اليوم. مستمعينا، انتهت فقرتنا الحوارية لهذا اليوم. نواصل معكم فقرات عطر الصباح، خليكن معنا.